بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه، أما بعد. انتهينا في المرة السابقة من الحديث عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وها نحن نعبر كذلك إلى سيدنا عمر ثاني الخلفاء الراشدين ومستشار النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، والذي كان دائما ما يردد صلى الله عليه وسلم: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ولا شك أن عمر رضي الله عنه ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة، فهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشر سنة. ولنعلم أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه نشأ في بيئة كانت معادية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان راعيا للغنم، غير أن أخته كانت متزوجة بخباب بن الأرت رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذات يوم كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يتحدث مع بعض المسلمين ويشتد عليهم ويغلظ لهم، فقال له بعضهم: اذهب وانظر إلى أختك فإنه قد انتقل الإسلام إلى دارها. ويذهب عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومعروف لغلظته وشدته ما كانوا ليفتحوا له، غير أنهم فتحوا. ودخل عمر رضي الله عنه فوجد أخته فاطمة تقرأ في صحيفة، وهنا أراد أن يمسك بالصحيفة فنهته، وقد لطمها عمر على خدها كما تروي الرواية. وفي الحقيقة أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بعدما اغتسل جلس ويقرأ في الصحيفة، وكان مكتوب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وفي النهاية أسلم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمرو بن هشام، يقصد أبو جهل، أو عمر بن الخطاب. ونالت الدعوة عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان في دار الأرقم في ذلك الوقت، فطرق الباب، ولما رأى المسلمون عمر وقف حمزة بن عبد المطلب خلف الباب وقال: افتحوا له، فإن جاء بخير فمرحبا به، وإن لم يأتي قتلناه بسيفه. والحقيقة أن عمر رضي الله عنه لما دخل جذبه النبي وقال: أما أنا لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟ فقال: جئت لأعلن إسلامي. وهنا كبر المسلمون بإسلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي الحقيقة أن عمر رضي الله عنه لما أسلم جعل يتحدث مع رجل كان يسمى جميل بن يعمر، وهذا كان معروفا بأنه ينقل الأخبار، كان عبارة عن وكالة أخبار في مكة في ذلك الوقت. فصار يدور حول مكة ويخبرهم بأن عمر قد أسلم، وهنا اجتمع عليه الناس حتى صار يضربهم ويضربونه، حتى قال لهم: افعلوا ما بدا لكم، فإما أن تكون لنا أو تكون لكم، هكذا أو كما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه. والحقيقة أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ظل مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حتى كانت الهجرة. ولا ننسى أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان مسابقا للخيرات كما كان أبو بكر، فإذا كان أبو بكر جاد بماله كله فجاء عمر بنصف ماله، وهو في الحقيقة أراد أن يسابق أبا بكر، فوجد أبو بكر قد أتى بماله كله وهو قد أتى بنصف ماله، فأقسم أن له ألا يسابق أبا بكر مرة أخرى. المهم لما جاءت الهجرة وهاجر المسلمون، وقف عمر عند الكعبة وقال: من أراد أن يسكل زوجته أو أن ييتم أولاده فليلقني خلف هذا الوادي، أي بمعنى أن الذي يريد أن يرمل زوجته أو ييتم أطفاله فليلقني، لأنني سأقتله. وهاجر عمر رضي الله عنه علانية أمام أهل مكة، وذلك لقوته ولقوة أهله كذلك ولعشيرته الذين يمنعونه.
هاجر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف كلها لا يتركه، وكان القرآن ينزل دائما على لسان عمر، ولذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب الحق أو جعل الحق والصدق على لسان وقلب عمر. فعمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ودخل على زوجاته فقال: ألا تحجب نساءك؟ فنزلت آية الخمار: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. وقوله جل في علاه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ونزل القرآن على لسان وقلب عمر بصدقه وإخلاصه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولنعلم أن عمر كان شديدا في الحق، كان لا يخاف في الله لومة خائف ولا تأخذه في الله لومة لائم، فكان دائما ما يقول الحق ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ذات يوم وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد كما تروي الرواية، وقد اهتز جبل أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فكان النبي وأبو بكر الصديق وعمر وعثمان هما الشهيدان. ولا شك أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ظل محبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات وهو عنه راض، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من العشرة المبشرين بالجنة. فعمر في الحقيقة عبقري الإسلام الأول الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: لو كان بعدي نبي لكان عمر. فكان رضي الله عنه ملهما، وهذا دليل على اختيار الله سبحانه وتعالى وعلى فضله الذي يؤتيه من يشاء من عباده. القصة طويلة سنكملها إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة، حتى ذلك الحين سلام الله عليكم.